السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. كنت قاعد بذاكر ماس 2 من شويه، وقعدت كده على التليفون، كنت قاعد بسكرول. فجه في دماغي فكره، يعني انا بطبقها، ويا ريت كل واحد يعني في الكليه يطبقها. مش هقول في المدرسه، لان فعلا في المدرسه انت بتاخد يعني علم لا ينفع حرفيا. انت بتاخد الكلام بتحطه في الامتحان وبتنساه، الا طبعا حاجات قليله بتفضل معاك يعني. فهتكلم اكتر للشباب اللي في الجامعه، اول ثانويه عامه واللي هيخشوا كليات. فممكن الكلام ده برضو يفيدهم، لو هو مثلا داخل حاجة ليها علاقة بالطب فيدوس في البيولوجي، لو هندسة يدوس في الرياضة وهكذا. بس لأكتر الكليات يعني. هي حتة إن أنت تحاول تفهم اللي أنت بتتعلمه. يعني أنا دلوقتي بذاكر ماث 2، يعني أنا لما الدكتور بيشرح لي، يعني أنا باخد علم مجرد. يعني في السيريس دلوقتي والمسلسلات وأنواعها والاختبارات بتاعتها والكلام ده كله. فهو بيديك يعني كلام تطبقه وخلاص. طيب ايه العبرة من الكلام ده؟ الكلام ده انا هستفاد بايه؟ يعني انا عارف ان طبعا الرياضة مهمة وهتستفاد بيها وكده، بس حتى لو تديني نبذة، مش قاعد بتديلي كلام سطحي. بالنسبة لي طبعا اللي هو غير قابل للتطبيق، في حاجة لها علاقة بالسوفت وير او كده. فاديني حتى كده. طبعا أنا اغلب الدكاترة في مصر كده، انا فاهم ده. ان هو بيديك العلم وخلاص. يعني انا ده هستفاد بايه؟ طيب انا بتعلم ده ليه؟ الكلام ده يعني حتى مش هقول لك اديني عليه اسقاط في السوفت وير، او هيفيدني في ايه بعد كده في البرمجه. لا، قول لي حتى هيفيدني في ايه، في يعني ليه اصلا بنعمل كده، يعني ده ليه بيتعمل. مش اللي هو انت قاعد بتديني الكلام واحفظ القاعدتين ولما تشوف ده اعمل كذا، ولما تشوف الحالة دي اطبق القانون الفلاني. فالموضوع بحس ان انت اللي هو يعني بنسبة 1000%، انت بعد ما بتخلص الامتحانات ماشي، ممكن تكون جايب جي بي اي كويس او جايب درجة كويسة في المادة، بس انت في الاول وفي الاخر هتنسى الكلام ده، او حتى مش هتعرف توظفه في حاجة. تمام. فانا بالنسبه لي ان انت تعرف فايده اللي انت بتدرسه دلوقتي هيقويك جدا، ويخليك فعلا فاهم جدا اللي انت بتدرسه وسابق عن زمايلك. حتى لو انت هتعرف فايده الكلام اللي انت بتدرسه ده بعدين، لما انت تيجي تدوس في حاجه فهتعرف بقى فايده الرياضه اللي انا خدتها دي. بس اكيد هتكون نسيت شويه، او برضو الموضوع مش هيكون يعني كويس. وبرضه لما انت تيجي تتعلم الحاجه بنفس كده، وانت عارف عن فايدتها والكلام ده بيتطبق ازاي، هتحس ان انت مش قاعد متقدر ان انا باخد الماس. انا كواحد مثلا بحب الماس، بس عادي يعني، لو ولا بكرهه ولا بعشقه، بس في متعة وفي تشغيل دماغ ويعني الكلام ده. فبس برضو بحس بملل. فانا لما اجي احاول اربطه بحاجة انا بدرسها، الموضوع بيحس ان انت بتلاقي قيمة الحاجة اللي انت بتدرسها، بتلاقيها قدامك. بتعرف حتى لو بشكل مبدئي او بشكل سطحي، لان انت اكيد ما تخصصتش في حاجة لها علاقة بالسوفت وير. فبتعرف اللي انت بتاخده ده هيفيدك في ايه بعد كده، او انت بيشتغلوا ازاي بالماس ده في الكمبيوتر، او في البرمجة، او في الكود اللي هما بيكتبوه. فبيبقى عندك معرفة، معرفة على معرفة على معرفة. يبقى عندك معرفة حتى لو متوسطة، وتبقى مؤهل ان انت تتعلم اسرع. تمام. ده بالنسبة للماس. يعني انا مثلا بذاكر ماس 2، في اي توبيك باخده اقول له مثلا ليه القانون ده موجود؟ طب ليه القانون التاني اتعمل في الحالة دي؟ طب ليه اصلا الحالة دي موجودة؟ باخد قانون واحد واعممه على كله. فمع كل شرح هو بيشرحه لي في سلايد، انا مديله يعني انستراكشنز ان هو يكتب لي بعد الشرح ده مفيد مثلا ان احنا بنستخدمه، ان احنا نوفر كتابة الكود، بدل ما نكتب كذا 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 لا نكتب حاجة واحدة، الكمبيوتر هيفهم اوتوماتيك. يعني مثلا بدل ما اقول ان التلاتة اكبر من الاتنين، والاتنين اكبر من الواحد، فنستنتج ايه؟ الكمبيوتر يستنتج ايه؟ ان التلاتة اكبر من الواحد. فحاجات زي كده يقول لي مثلا ان هو ده بنستخدمه في الميموري، ان هو يعرفك ان الفلوت او مثلا الانتجر، او يعني اي حاجة من الحاجات دي ليها ليميت معين من كذا لكذا. فبتعرف عن الاسقاط ده على اللي انت بتدرسه، حتى لو اكيد مش هتفهم بنسبة 100%، ولكن بيبقى الحوار ممتع، وبيبقى الحوار تحس ان انت بتتعلم فعلا حاجة، وبقى مجزي حتى نفسيا كده ليك، وبتتثقف، وفعلا بتبقى فارق عن اللي حواليك، وبتفهم فعلا انت بتدرسه. يعني دي نقطة تانية انا عايز اتكلم فيها، ان انت حاول تفهم اللي انت بتدرسه. انا مش قاعد بدرس ماس وخلاص، او مش قاعد بدرس مادة معينة وخلاص. حاول تفهم الكونسبت ذات نفسه اللي انت بتدرسه. هل انت تقدر تطبقه على حياتك؟ هل تقدر تطبقه على شغلك؟
يعني هل تقدر حتى تطبقه على تكنولوجي انت بتتعلمها او حاجة انت بتتعلمها، وحاول تفهم الحاجات دي اتعملت ليه. يعني مثلا القانون اللي انت قاعد بتحل بيه وحافظه ده، تمام، حاول، ده بتكلم على الماس يعني، حاول تعرف استنتاج القانون ده. القانون ده الناس استنتجته ازاي. لو طبعا الحوار صعب قوي بلاش، بس لو حاجة انت تقدر تعرف استنتاجها وتفهمه، تمام، اعرف الناس استنتجته ازاي. حتى انت ممكن تنساه بس تيجي في الامتحان بما ان انت فاهمه وفاهم استنتاجه تثبته انت وتحل بيه. يعني اقول مثلا، وحاجات دي انا كنت بعملها شخصيا عامه في ثانويه عامه يعني. فانت حاول تفهم اللي انت بتدرسه بشكل عميق، بشكل عميق فعلا، وتعرف تطبيقاته. ولو انت تقدر كمان تطبقه يا ريت يعني. حاجات بقى اللي ليها علاقه بالفيزياء وال الالكترونيكس والشغل ده كله. فانت حاول تطبق الكلام اللي انت بتدرسه، حاول تفهمه من كل الابعاد، تفهمه بعمق فعلا، تفهم عمق المعلومه. يعني مثلا ده بيعمل كذا، طب هو ليه بيعمل كذا، طب ليه كذا بيعمل كذا، طب ليه كذا كذا بيعمل. تفهم عمق المعلومة لحد ما توصل لأول حاجة. فده بيقوي فهمك جدا للمادة اللي انت فيها، وبيخليك متميز بجد. وفعلا فاهم التكنولوجيا اللي انت بتدرسها. يعني ابسط مثال، يقول لك انا مثلا فرونت اند ديفلوبر او باك اند او ايا كان، وهو مش فاهم الكور بتاع الدراسة بتاعته. مش هقول لك التكنولوجي، الكور بتاع البروجرامنج اصلا، الاو بي والداتا ستراكشر والالجوريزمز والحاجات دي، هو اصلا ما عندوش معرفة يعني عميقة في الكلام ده. واخد الموضوع بشكل سطحي، مش بشكل عميق وقاري وفاهم وبيجرب ودارس وفاهم عمق المعلومة فعلا. مش كل حاجة تطبيق، مش كل حاجة حل. للأسف المعرفة النظرية عندنا مضروبة بالنار. الدكتور بيبقى عايز يخش او الطالب بيبقى عايز يخش يبصمج الحل، او يبصمج القانون، ولما اشوف ده احط كذا، لما اشوف ده احط كذا. فما بقاش في مساحه ان انت تفكر، ان انت تبتكر، ان انت تحاول تطلع بحل جديد. فبقى الواحد دايما محصور في حته ان انا عايز اخد القانون عشان احل. لا، خد القانون تامل فيه، افهم القانون ده جاي ازاي، عامل ازاي، افهم اللي انت بتدرسه بجد. افهم يعني ايه متتابعه، ليه اتعملت، بتوفر علينا ايه الفرق بين المتسلسلات مثلا. انا بتكلم على الماث اللي انا بدرسه. افهم الكور، الكور كونسبت اللي انت بتدرسه. افهم بجد الكلام ده، اللي هو لما تيجي تفتح مثلا كتاب الكلام النظري كله تقعد ايه، تعديه وتيجي تشوف القانون. انا عايز القانون، عايز القانون حل بيه. طيب، في مسائل بتحل كده، انا مش هقول لك لا، في مسائل كتير بتحل كده، لكن في مسائل اكتر بتتحل بالفهم. لو انت فاهم فعلا اللي انت بتدرسه وفاهم اصل القانون، فاهم الفرق، الكونسبت ذات نفسه. في مسائل بتعتمد على فهمك للكونسبت ذات نفسه اللي بتدرسه، فدي تحلها غلط. في مسائل لو انت فاهم بشكل قوي جدا، تمام، وفاهم انت بتحل ليه. انا مش يعني ازاي تحل، يعني ازاي افكر، مش ازاي احل. ازاي اصلا افكر في السؤال عشان لو جالي سؤال جديد اعرف ان انا افكر مهما كان شكل السؤال، عشان انا معايا الكونسبتس الاساسيه والمفاتيح وطرق التفكير. وحسن طرق تفكيري حتى لو انا مثلا ما كانش صح، اقعد احسن انا بخش المساله ازاي، بفكر فيها ازاي. فاقعد احسنه بالتدريج وبالممارسه وبالحل الكتير. فبالتالي لو قابلتني اي مساله انا هعرف ادوس فيها. مش متعلم طريقه حل معينه بحلها عشان لو جالي مساله جديده انا مش هعرف ادوس فيها كده، بدل انا حافظ طرق حل او حافظ اسطمبه معينه. فانت افهم كويس جدا. خليك بيخليك تفهم قوي برضو. في دكاترة طبعا جزاهم الله خيرا موجودين، ولكن في دكاترة أكتر مش موجودين. فأنت بالتالي خش بقى الحاجات زي بتاعت MIT، ستانفورد، هارفارد، الحاجات دي كلها على اليوتيوب ببلاش. وفعلا هتفهم الكلام اللي أنا بقوله ده بشكل أكبر لما تيجي تلاقي الشخص أو الدكتور بيفهمك فعلا. يعني بيفهمك بشكل بسيط وبشكل ذكي، فتلاقي ان انت فاهم جدا. بجد الحوار بيفرق. ليه؟ لان انت ممكن دكتور يكون بيفهمك، تمام، هو اصلا الدكتور مش فاهم، هو مش فاهم اصلا، فبيحاول يفهمك. فانت مش بتفهم، فبتفتكر ان المشكله فيك، بينما اصلا المشكله ممكن تكون بنسبه كبيره فيه. فانت لما تيجي تسمع نفس الكلام اللي هو بيقوله بس لواحد تاني على اليوتيوب او هارفارد او اي حد، فتفهم. فتلاقي لا والله عادي، المشكله مش فيا. أصل دايما الطالب بيفتكر انا انا السبب. لا، عادي، الدكتور ممكن يكون غلطان عادي جدا جدا يعني. فالمشكله عادي في الدكتور، فانت تلاقي نفسك والله انا فهمت. فانا عايز افهمك ان انت لازم تحاول تتقي ربنا في كل حاجه انت بتدرسها. طبعا في مواد ملهاش لازمه احنا عارفين، بس انا بتكلم في المواد الاساسيه. في المواد البرمجه ما تتعلمش تكتب كود وخلاص. افهم الكود ده بيتكتب ليه، بيتكتب ازاي. حاول تتعمق. هل طيب لو انا عملت سبيس ايه اللي هيحصل؟ طيب لو انا نزلت سطرين قسمته على سطرين هل هيفرق؟ طيب العب، اقعد العب في الكود ده اللي هيخليك قوي ويخليك فاهم فعلا. طيب ليه دي مكتوبه كده؟
ليه ما ينفعش احط كذا بدل كذا؟ ليه؟ ما تحفظش وخلاص، حاول تكون فضولي، والانسان الفضولي هو اللي بيوصل، مش الانسان اللي بياخد الحاجه مسلم بيها وتمام وزي الفل وخلاص، او اللي بيحفظ اسطمبه معينه او بيريح دماغه. فكل ما تكون فضولي اكتر وعايز تتعلم وعايز تفهم اللي بيحصل، يعني حتى ربنا بيقول لك تدبر، يعني انت المفروض تتدبر، تشوف السما دي معموله ازاي، تشوف النجوم، تشوف الكواكب، تشوف الخلق. ربنا بيقول لك دايما تدبر وافهم، حاول تفهم وتعرف. انت موجود هنا في الكون عشان تسأل، يعني فده هدف، يعني هدف يعني ان انت مش ما تسألش، لا اسأل. اسأل في كل حاجة، من اصغر حاجة او من اكبر حاجة، اللي هي الحاجات بقى اللي ربنا خلقها والنجوم، تتدبر وتفهم. لان لولا التدبر ما كانش حصل اصلا كل التطور اللي احنا فيه ده، ما كانش التليفون اللي قدامكم ده موجود، وما كنتش انا بتشوفوني دلوقتي. فهو ده اللي خلى العلماء يوصلوا، هو ده اللي خلى الناس الكويسة توصل. انت لازم تفهم وتدور وتتعمق وتبقى كده، آه تبقى اللي هو ايه، اللي هو بتحاول دايما تفرك فراك، تبقى انسان فراك، عايز تاخد المعلومه من هنا وهناك، وعايز تفهم وتجرب وتقعد بالساعات وتجرب في مثلا بتكلم على البروجرامنج، يعني في الكود اللي انت بتشتغل فيه. لو انت في الديزاين مثلا، طيب اجرب اللون ده على اللون ده، طيب لو شلت ده وحطيت ده طيب هيفرق في ايه، طب اجرب الاوبشن ده، طيب لو في اوبشن تاني افضل منه. خليك دايما اب تو ديت، ده كده كده، وخليك فضولي وعايز تعرف اكتر وعايز تطبق اكتر، مش عايز تعرف اكتر بس، اللي تعرفه طبقه. لو حاجة عرفتها ومش بتطبقها، يبقى ده علم لا ينفع حرفيا، زي الفيديو اللي انا كنت عامله اللي فات، او اللي قبل اللي فات بقى. اللي تعرفه طبقه، ما دام انت بتعرف كتير وبتطبق كتير اللي انت بتعرفه، انت كده زي الفل، وبتطبق بفهم، بتحاول تفهم اللي انت بتطبقه، كل كلمة انت بتكتبها انت فاهمها، مش قاعد بتبصمج او قاعد بت... بتكتب وخلاص عشان ترضي ضميرك، وانا خلصت الكورس الفلاني وانا بقيت تمام وانا خلصت المادة. حاول تفهم ان ده اللي هيخليك فعلا. انا من وجهة نظري يعني بحس حتى ان انا يعني قشطة ماشي، أنا خشيت في مادة مثلا كنت باخد في الترم الأول ماث 1، فماشي تمام أنا جبته والدنيا تمام وجبت تقدير كويس فيها، بس أنا مش فاهم يعني، أنا مش فاهم يعني أنا ليه بكامل أصلا؟ يعني إيه تكامل ده؟ إيه فايدته في الدنيا كلها؟ ليه بعمل مش عارف الاختبار الأول واختبار التاني؟ بجد لو أنت خدت الكلام كده يعني سطحي كده، أو اللي هو كلام علمي بحت، هتحس بجد بملل، وهتحس ان انت اللي هو انا اسف يعني، بس انا عن نفسي بحس ان انا يعني حمار شويه، اللي هو يعني انا بدرس كلام ملوش لازمه، لكن لما فهمت فعلا ده اثره ايه دلوقتي في حياتنا، حرفيا في كل حاجه في حياتنا، وليه بنعمل ده اصلا، وفهمت. انا مش حافظ خطوات، ان انا لو اختبار الاول ما نفعش اطبق الاختبار التاني، لا انا بقيت عارف احنا بنطبقه ليه اصلا، بقيت معايا المفتاح، مش معايا بس المعلومه، بقيت معايا المفتاح، أنا ليه بنطبقه اصلا، ليه ده بيتعمل. فبقيت اللي هو عندي اريحيه ومرونه في اي مساله بقابلها، وفي اي يعني في مسائل بتعتمد على الفهم التام للكونسبت، وبيعتمد مسائل كلاميه، فانت بتجاوب على المعلومات الموجوده، مش مسائل حل، مش كل حاجه حل، مش كل حاجه تفكير، في حاجات مبنيه على فهمك للمعلومه، وده مهم جدا لا يقل عن التطبيق، وده المهدور حقه للاسف. فانت يعني لازم دايما تحاول تفهم، وتحاول تتدرب ربنا في مذاكرتك، وده هيخلي عندك عمق كبير في الفهم في المواد اللي انت بتدرسها، ويخليك مهندس شاطر، هيخليك ديزاينر شاطر، ماركتير شاطر، ايا كان المسمى بتاعك. واي حد بيعمل زيي هيفهم اللي انا بقوله ده. ممكن انا ما وضحتش بشكل كبير قوي برضو الفوائد اللي انت هتستفادها، عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده، ولكن هتستفاد جدا، وهتبقى الحوار يعني لو انت مثلا مستواك كده، لا هيبقى كده حرفيا. وما تقولش انا غبي، ما تقولش مفيش الكلام ده يعني، ده هيفرق معاك جدا. تمام. وجزء من ان انت تقول انا غبي، جزء منه ان انت مش بتعمل الكلام ده اصلا. وبس يعني ده كان كلمتين كده في لا في زوري، كلمتين في زوري كنت عايز اقولهم يعني. حاول تفهم اللي انت بتدرسه، آه، وده على فكرة انت من الناحية الدينية انت بتثاب عليه عامة يعني. وبس يعني يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام عليكم.